صباح الخير يا جماعه، بجد يا نهار ابيض، حاسه بقالي كتير قوي عملت الفيديوهات على يوتيوب، بس في الحقيقه انا كنت بنزل شورتس عادي جدا. يعني السبب وراء اختفائي، انا ما كنتش مختفيه ولا حاجه، بس انا كنت موجوده على شورتس بس بنزل فيديوهات قصيره. ليه بقى؟ لان انا عندي تدريب صيفي طول الشهر. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه كام يا هدى؟ دلوقتي الساعه 7:16 دقيقه. انا صاحيه ولابسه وجاهزه عشان ايه؟ عشان رايحه الكليه في نص الاجازه. ما عنديش حاجه اسمها اجازه. اختراع فكرة التدريب الصيفي ده يعني 0/10. فكرة بجد وحشة جدا. بجد يا جماعة بقول لاصحابي، انا لو كنت اعرف ان الكلية بتاعتنا ليها تدريب صيفي في الصيف شهر كامل في الاجازة كنتش دخلتها. بحبها بس ما كنتش هدخلها خلاص. يعني هقعد صيف كامل ليه؟ صيف كامل هقعد شهر كامل في الصيف ليه؟ بالمناسبة يا جماعة، انا اول مرة البس طرحة موديل في حياتي. انا على طول بلبس طرح شيفون، وحاسه انا شكلي غريب شويه، فقولوا لي دي احلى ولا الشيفون؟ اكيد ما نسيتوش شكلي بالشيفون يعني. اوكي. كمان لابساها بصراحه عشان صاحبتي جابتها لي، ودي اول مره اقابلها بعد ما هي جابتها لي يعني هديه لعيد ميلادي وكده، وجابت لي كمان المج ده. بصوا كنت ازاي. يومي برعايه مريم النهارده. المهم، فعايزه يعني البسها عشان هي تتبسط، وكمان عايزه اجربها يعني. المهم يا جماعه، عامله الشاي الاخضر بتاعي عشان افوق لهم النهارده. بجد ايه رايكم في الحيطه صحيح؟ حاسه تحفه صح؟ قولوا لي انها تحفه. كمان البتاعه دي لايقه على الطرحه. المهم، هنقضي مع بعض شويه ايام، بس هنبداهم بايه؟ هنبداهم بان دلوقتي حالا عايزه اكتب ايه اللي انا عايزه اعمله في الباقي من الاجازه عشان احاول انقذ الاجازه. هننقذها سوا. فيلا بينا يا جماعه. خطتي لإنقاذ الأجازة بسيطة جدا، إن أنا أخلص الكورس، أعمل روتين صباحي وأعمل روتين مسائي، أخرج أشتري حاجات للعودة للمدرسة، مش مدرسة، الجامعة يعني، أخطط للعام الدراسي الجديد، أعمل شمعة، أعمل كل جمعة ساعة للعناية بالنفس، أروح مكان جديد، وأكتب كل حاجة عايزة أعملها وقت الدراسة. بس كده. صباح الخير يا جماعه. طبعا انا برجع من التدريب يعني مش عايشه عشان كده ما كلمتكمش خالص. النهارده المفترض يكون يعني يا رب يا رب يكون اخر يوم تدريب، يا رب بجد. بجد كان شهر قاسي. مش قاسي قوي يعني، بصراحة انا بأفور، بس يعني برضو التدريب كان قاسي. او ما جهز حاجتي وانزل عشان ما اتأخرش. قبل ما انزل كان عندي شوية وقت، فاستغلتهم بإيه يا ترى؟ طبعا كتابة اليوميات، عشان دي أكتر حاجة بحب أعملها. قعدت يا جماعة، قعدت ألون في صباعي. اللون الأحمر ده قعد كتير قوي عشان يروح بصراحة. قعدت ألون في صباعي بقى واكتشف بقى الألوان بتكون أحسن ازاي، وأعمل قلوب بقى. قعدت أعمل قلوب، وبعدين قررت أكتب الحاجات اللي أنا بحبها في نفسي. عشان يا جماعة احنا مش على طول بنظهر الحب لنفسنا زي ما بنظهر الحب للناس اللي حوالينا. طبعا يبان كلامي كبير شوية، ولكن دي الحقيقة. دي الحقيقة المطلقة. لازم نظهر الحب لنفسنا علشان نقدر ان احنا نحب الناس حوالينا ونحب الحياة اللي حوالينا. اصل ازاي لو ما بنحبش نفسنا او من جوانا مفيش حب، ازاي هنطلع حب لبره؟ صح، اظن كلامي منطقي. المهم، قعدت اعمل كده بقى يعني احتفالا باخر يوم في التدريب الصيفي. قررت ارجع احب نفسي تاني. بس قعدت بقى بصراحه كنت مبسوطه قوي انا بعملها. انصحكم بجد تعملوها يا اصدقاء. وبس. تاني يوم بعد نهايه التدريب الصيفي حسيت بفراغ، جرح في قلبي. طبعا ده ما حصلش، انا بهزر وبتريق. ما حسيتش باي حاجه، كنت مبسوطه وسعيده، وقمت اعمل شمعه. علشان انا بحب الشمع جدا يا جماعه، وبحب اعمل الشمع. طبعا انا مش بخترعه، انا بيكون عندي شمع قديم فباخده وبسيحه تاني وكده. فدي شمعة تم اعادة تدويرها. الطريقة: جبت شمع سيحتها، كنت عايزة احطها في طبق اكبر، فجبت شمع اللي هو عيدان وقطعته علشان هاخد منه الحبل بتاعه ده. وبعدين سيحت كل حاجة وحطيت زيت عطري كان بريحة المسك، ريحته رائعة، رشيته شوية. وبعدين كان في عندي بقى الشمعة الوردة الصغيرة دي سكرة زينتها بيها، يعني قبل الشمع ما ينشف قمت حطيتها فوقيها فلزقت معاهم يعني. وبس، دي النتيجة النهائية. طبعا شمعة رائعة الجمال، تحفة، ابداع، تسلم ايدي. وبجد يا جماعة ريحتها حلوة قوي قوي قوي. صباح الخير يا جماعة. انا صاحية النهاردة عندي برد
شكرا لتغير المواسم، انا بجد بيجيلي برد قاتل بقى في الوقت ده وعندي شغل، فما ينفعش اعتذر، ما ينفعش خالص اعتذر، لان ده يوم الشغل، انا بشتغل يومين في الاسبوع، فمش مشكله بقى. انا بصراحه يعني ايه بتاع دي هتموت ولا ايه؟ زيي بالظبط، تعبانه. المهم هقطع بس دي كده وارميها. ثانيه واحده يا جماعه، بس زي الفل. المهم انه انا علشان اشغل نفسي من اي حاجه بصراحه هنعمل ايه؟ هنعمل اكتيفيتيز مختلفه. شفتوا الشمعه؟ ايه رايكم في الشمعه؟ تحفه صح؟ والنهارده برضو ناويه اعمل جورنالينج بس بطريقه بقى مختلفه كده، انه ازاي اعرف بيدور حوالين دماغي ايه وارتب افكاري وكده، وهعمله معاكم برضو عشان لو انتوا عايزين تعملوه. فبحاول ان انا اشغل نفسي، بس بجد يا جماعه عايزه اعطس ثانيه واحده. بجد موضوع البرد ده مزعج، كمان جاي في يوم انا كنت متحمسه ليه، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا بقيت احسن بكتير. انا كنت صاحيه، انا ما نمتش من امبارح، نايمه ساعه ونص بالظبط. كنت صاحيه من الساعه 3 لحد دلوقتي الساعه 9 وانا معادي 10، فانا هنزل بعد شويه يعني. هي دي الحياه اصدقاء، هي دي الحياه. هنزل بقى انا، بس يعني ايه هشوف بقى لو عندي مسكن او حاجه اخده الاول قبل ما انزل عشان احس ان انا احسن. كنت عايزه ارتب افكاري، فبدات ان انا ارسم دايره غير منتظمه، وبعدين بدات اقسمها، بس التقسيمات برضو مش متساويه، علشان كل تقسيمه هي ده الحيز الحاجه دي بتاخدها في دماغي. يعني في حاجه ممكن اكون بفكر فيها كتير، حاجه بفكر فيها قليل كده يعني. وبدات اكتبهم، وبعد ما بدات اكتبهم بدات بقى ايه اكتب حاجه حاجه، وايه بقى اللي موترني من ناحيتها، وايه اللي مخليني بفكر فيها كتير من ناحيتها وكده. بصراحة الموضوع ده خلاني تفكيري أوضح بكتير، فبجد بجد تدريب رائع. صباح الخير يا أصدقاء. الحمد لله أنا حاسة النهاردة إن أنا أحسن شوية. عدى بتاع 3 أيام عن آخر مرة كلمتكم فيها، وفعلا كانت أيام صعبة جدا، لأن بجد لما بيجيلي البرد بتاع تغير الفصول ده بيضرب جامد بجد. بس الحمد لله دلوقتي أنا حاسة إن أنا أحسن الحمد لله. ومش هتصدقوا إيه حصل امبارح. حد اتصل بيا قال لي هدى ازيك، معرفش ايه، احنا عايزينك تبقي سبيكر معانا في ايفنت معرفش ايه وهنعمله وبتاع. فانا بجد كنت مستغربه جدا يا جماعه. انا كنت واخده دواء الكحه، دواء الكحه ده بينيم، فانا كنت واخده دواء، انا بجد مش فاهمه يعني. الشخص ده عمال يتكلم وانا مش فاهمه انت بتقول ايه اصلا يعني انت مين تاني. بس حاولت افهم، حاولت اجمع كده، قلت له اوكي هرد عليك وبتاع. بعد كده كلمت ماما وقالت لي خلاص اعملي اللي انت عايزاه. انا حسيت انها فرصه حلوه، بالذات ان في ناس انا بحبها قوي بتعمل محتوى يا جماعه رايحين. وبعدين بعد ما كلمت ماما وكده، بعدين اتصلت بواحده بحبها جدا يا جماعه بتعمل محتوى برضه، ومتحمسه جدا اقابلها هناك. قلت لها ايوه بقول لك ايه كلموني. قالت لي على فكره انا اديتهم رقمك. قلت لها فعلا؟ قالت لي هتعملي ايه؟ قلت لها هروح ان شاء الله. قالت لي خلاص احنا لازم نتقابل وبتاع. فمتحمسه جدا ان انا اقابلهم. اول مره على فكره اكون سبيكر في ايفنت ليه علاقه بحاجه زي كده. يعني طول عمري باورجنايز ايفنتس، ممكن اكون سبيكر في اي حاجه كده، بس مش عشان انا كونتنت كريتور. دي اول مره عشان انا صناعه محتوى، فحاسه ان انا يا جماعه صناعه محتوى. بس فدي كانت لحظه فرح بصراحه. اظن ان انا فقت اصلا وخفيت بسبب ان انا متحمسه جدا للموضوع ده من امبارح. لسه عايزه اشوف هلبس ايه، لسه المفروض هيبعتولي حاجات اجهزها. فمتحمسه جدا يا جماعه. انتوا اول ناس اشارك معاكم ده اصلا، انتوا الناس الوحيده اللي انا هشارك معاكم ده، يعني مش اول ناس، مفيش غيركم اصلا، انا وانتوا بس. المهم انا هفتح الشباك عشان الجو حر قوي. بعد ما فتحت الشباك الدنيا نورت كده. هحاول ان انا اعمل حاجه سخنه اشربها عشان برضو زوري يخف شويه. هو الكلام ده يوم الاحد، احنا يوم ايه النهارده؟ معرفش، انا نايمه بقالي كتير قوي. احنا يوم ايه؟ استنوا، احنا يوم الاربعاء. احنا يوم الاربعاء. بكره عندي تدريب الروبوت، ويوم السبت عندي تدريب الروبوت برضو، ويوم الاحد هنروح بقى بتاع اللي هكون سبيكر فيه ده. متحمسه، اكسبيرينس مختلفه. انا قلت لهم عشان الاكسبيرينس بصراحه. قولوا لي يا جماعه ان انتوا فخورين بيا، والله يعني الحمد لله. يلا اهلا يا جماعه. الاخبار؟ انا اسمي هدى هاني، بعمل محتوى بقالي 5 سنين. بدات محتوى وانا في اولى ثانوي. عارفين الطالب الفراك
المعيدين بتاعت المكتبة علشان بيظبطوا الدنيا قبل ما يروحوا مسابقة القراءة. ده كان أنا. كنت على طول بدخل مسابقات كتير جدا، صحافة، مسرح، قراءة، أي مسابقة كانوا بيكونوا عندنا مسابقة في المدرسة كنت بدخلها بغض النظر عن المجال اللي فيها. فبدأت المحتوى بتاعي وأنا في أولى ثانوي، كنت بعمل فيديوهات عن المسابقات اللي أنا بدخلها. بروجرام لطيف من نفس اللي عاملاه، فأنا عارف هدى من زمان وعارف إنها حد موتيفيشنال جدا وبتشتغل على نفسها كتير، فما شاء الله بجد هي بالنسبة لي كانت هي فرصة مهمة، وأنا بفكر دلوقتي أقدم نفس المحتوى. احكي لكم بقى يا جماعه ايه اللي حصل. اليوم كان تحفه تحفه تحفه، كانوا منظمينه حلوه قوي، والناس كان كلها بجد جميله قوي. اتعرفت على ناس كتير جدا بقى بيعملوا محتوى، وفي ناس انا اصلا رايحه انا عايزه اقابلهم. الناس دي كلها بالنسبه لي يا جماعه شاشه تليفون، فلو انا بشوفكم على الحقيقه بجد كان بجد حاجه تحفه. كان الدسكشن بانل بتاعي كان عن صناعه المحتوى. بجد الناس اللي كانت معايا كانت بجد بجد جميله قوي. وكل الدسكشن بانلز بصراحه انا حضرت اليوم من اوله. كان عندي اوبشن ان انا اجي على الدسكشن بانل بتاعي واقوله وخلاص وامشي، بس انا بصراحه كنت عايزه احضر اليوم، فحضرت اليوم من اوله. قابلت ناس كتير، وناس كتير يا جماعه جت اتصورت معايا. في واحده يا جماعه عمري ما هنساها في حياتي، وقفت بتقولي انا حاسه ان ربنا حقق لي امنيه من امنياتي ان انا واقفه معاكي. وبعدين حضنتها فقامت قالت لي انت بجد بتحضنيني عادي كده معرفش. انا يا جماعه بجد انا بجد كنت هعيط، انا واقفه معاها انا بجد كنت هعيط. لو انتي كيوت كده ازاي يا بنتي، انتي ازاي حلوه كده، ما شاء الله بجد يا جماعه كلكم رائعين. انا صاحبتي كانت معايا فبتقولي يا هدى الناس اللي يعني بيجوا يسلموا عليكي انا بعرفهم من بعيد، بيجوا كده بيبقى باين عليهم ان هم جايين لك. فبجد يا جماعه كنت مبسوطه قوي، كنت مبسوطه ان انا قابلتكم، وان شاء الله احضر حاجات زي كده اكتر عشان نتقابل اكتر. كان يوم بجد يعني محفور في ذكرياتي وان شاء الله. وبس يا جماعه بجد كانت تجربه رائعه، اتمنى تتكرر ان شاء الله. اظن كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا وقضيتوا وقت ممتع واستفدتوا كمان. استفدتوا. وبس كده، يلا سلام.